الصديقة والشقيقة، إنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيفكم في وادي حسان في هذه المنطقة الخضراء جنوب دارفور، والذي ننتقل فيها في شركة حياة. هذه الشركة المميزة في البلادر الغازة بالمياه، ولقد قامت الشركة مشكورة بعمل هذه الدعوة الميمونة، والتي نتمنى لكم إقامة طيبة في هذه البلد ومع السبايا السمر في هذه المنطقة. نتمنى لكم إقامة طيبة، وإن شاء الله بتكون زوز محبة لنا نبركم. ونترك الميكروفون الآن إلى أخي معمر القذافي رئيس المؤتمر السابق، فليتفضل. وإيش المنطقة هذه اللي جايبين عليها يا إخوان؟ هذه منطقة هبلة. هذه منطقة هبلة يا إخوان. إيش دارفور ودارفور قاعدين في صحراء هان، ولا احنا شايفين شجر ولا حجر؟ وإيش هالقمة العربية؟ هذه قمة فلاتر، ما هي قمة عربية يا إخوان. أنا أحتاج على هذا الموضوع. وإيش هذا الموضوع؟ شكرا. إن شاء الله إن يعني في المنطقة الجاية ناخذك منطقة فيها روسيات إن شاء الله. والآن نترك الميكروفون إلى جلالة الملك حسين بن طلال الراحل في كلمة تسجيلية كان قد سجلها قبل أن نحضر على هذه المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم أهل الطفيلة الكرام، وبالأخص هذه الجمعية، جمعية سيدات حسين، على هذه الاستضافة الطيبة. كما أحيي أخونا نور، أخونا الشيخ هشام، على هذه الدعوة اللطيفة الطيبة. والتحية لأهالي حسين ولجنب بركة المي ولكل القادة العرب، بنحييهم جميعا. بارك الله فيكم جميعا، وأنا أعطيكم العافية ومزيد من الدعم لسيدات حسين والخليل ورام الله بين العين سلفيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جلالة الملك. والآن مع كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، فليتفضل مشكورا. أشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك باسمي وباسم المملكة العربية السعودية على هذا الحفل الطيب في منطقة جوسان، عفوا صاحب الجلالة حسان، اللي هي والتي يتمنى لكم إقامة طيب ومؤتمرا طيب. ونشكر أهالي هذه المنطقة على لفيف الاحترام وعلى الجرجير الطيب اللي يتحف القادة العرب. فتحية لجرجيركم في هذه البلد، والسلام عليكم. شكرا صاحب الجلالة خادم الحرمين. ولا نترك الميكروفون إلى أخي الشهيد الراحل صدام حسين يلقي كلمة في هذا المؤتمر الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بغداد مصممة شعبا وولاة أمر على أن يجعلوا مغول هذا العصر ينتحرون على أسواره. الله أكبر، الله أكبر، وليخسى الخاسون ويمحل النصر بعون الله. لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، ما قصدها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. الله أكبر. عاشت أمتنا العربية المجيدة، وعاشت حسان البطلة، وعاش الجرجير البطل. الله أكبر، وليخسى الخاسون ويا محل النصر بعون الله. شكرا لفخامة الرئيس. والآن نختم بهذه الكلمة لفخامة الشهيد الراحل ياسر عرفات الذي قال في منطقة حسان والجرجير. تفضل يا جبل بيهزك. احنا قلنا لهم حسان بلد الخيرات، بكفيكوا الجرجير اللي فيها. اللهم جرجر هذا الشعب، اللهم جرجره. تصوروا أن الجرجير من المزروعات التي تشتهر فيها هذه المنطقة. أنا بقول لكم يا جبل ما يهزك ريح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن بهذا نأتي إلى نهاية حلقتنا من هذا البث المباشر
لنقل نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لكم. دخلت على البث بين دخلت على ايه للقمة الجاي. اهلا وسهلا بالشباب. لا 10 دقايق بس، بعد ال10 دقايق بندخل ابو رشاد كمان. اهلا وسهلا. طبعا المندوبين في القدامى مقاتلين الثوره اخ حامد ونبيل والجميع وعصام ورامي، وفي شباب جداد طبعا، في الاخ ممدوح وجماعه بيت لحم يمكن عفوا ما بعرفكوش كثير. هشام اهلا وسهلا فيك اخ بلال. شباب احنا عليك على بدايه موسم ان شاء الله رب العالمين. الدنيا ربيع وحشيش اخضر، وجايين نشوف مسابقه فيها اخضر تمام. بدنا نبدا ان شاء الله بدايه كويسه. الوضع الاقتصادي بشكل عام يتحسن، يعني عدت ال6 شهور الاوائل ممكن كنت تواجهوا شويه مشاكل في التخصيص في امور الى اخره. لقيت وضع الناس اجمالا احنا معنا في التحصيل تحسن كثير، الشركه دعمناها كويس، فبدنا بدايه ان شاء الله نبدا مع بعض، لانه هذه بدايه الصيف ولقيت بدايه البيع اجمالا.